بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنتحدث في هذه الليلة المباركة عن ظاهرتين مشيرتين في الأعراس. أما الظاهرة الأولى فهي آلات اللهو والغنى والطرب، وما يحدث عن ذلك حيث تقوم الأسرة باستئجار سماعتين كبيرتين، واحدة في هذا الاتجاه والثانية في الاتجاه الآخر، والبعض منهم قد يستمر إلى منتصف الليل وآخرون إلى الفجر. أخي، يحق لك أن تفرح وأن تسعد بعرسك، لكن لا يحق لك أن تؤذي جيرانك. في الناس مريض، في الناس إنسان يريد أن ينام، فيهم الأطفال، فيهم الصغار، فينبغي للإنسان أن يراعي أولا حق المجورة، ثم إذا هو يفرح أن يسعد أيضا الآخرين معه، لا يكون سببا في الضيق أو التضييق عليهم. وأما المسألة الثانية فهي أشد من الأولى، ألا وهي إطلاق الرصاص في الأعراس. هذه ظاهرة سيئة. أولا هدرا للأموال، ثانيا الرصاص الراجع. أسألك بالله أخي، أين يعود؟ أليس يعود إلى الأرض؟ فقد يقتل إنسان أو حيوان أو يصيب جماد. كم من الأموال تهدر في مثل هذه الأمور؟ في هذه الأيام بعد التشديد الأمني على مثل هذه الظاهرة بدأت تخف بنسبة كبيرة، ولكن على الإنسان أن يجعل على نفسه رقيب وحسيب، من حيث أن هذه المسألة وهذه أضعفنا الظاهرة ظاهرة مشينة وأيما إشانة، فخاصة في مثل هذه الأيام. الأموال التي تهدر كالرصاص وإطلاقها في الجو لو أنها تسخر لإسعاد الفقراء أو عونا للعريس فيكون أفضل. هذا ما أردت أن أنبه عليه، وأسأل الله أن يبارك لكم في أفراحكم وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة.